السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومشاهدينا المميزين على صفحة الحياة. احنا بنرحب النهاردة بكاتب فريد من نوعه، كاتب كتاب يعني غير عادي، يعتبر أستاذ أو الكاتب ملهم يكن. أستاذ ملهم يكن، احنا بنحب نعرف الناس الأول بحضرتك. ربنا يخليك. أنا كاتب من سنة 2019. بدأت مع المكتب العربي للمعارف برواية سايكو دراما في 2019 اسمها شقائق النعمان، وبعدين تخصصت في الأبحاث الاستقصائية، وده أول إصدار ليا السنة دي 2024. توكلت على الله. يعني ده من الواقع. ده من الواقع، بحث استقصائي، أول كتاب استقصائي من نوعه، لأن مفيش كتب استقصائية في مصر. تمام. ده نوع من الكتب مش موجود. يعني أنا ما غلطتش لما قلت حاجة فريدة من نوعها. ربنا يخليك. ده من الكتاب اسمه توكلت على الله. ممكن تعرفوا المشاهدين بقى توكلت على الله، بس توكلت ما على تحرقش الله. الكتاب لا كله. مش هحرق الكتاب. هو توكلت على الله كلمة لا يقولها منتحر، ده عن أحداث رحلة 990. تمام. الكابتن جميل البطوطي الله يرحمه. دي حادثة حصلت في 31 أكتوبر عام 99. تمام. كل اللي على الطيارة راحوا ضحايا الحادث، وكانت هي فيها شكوك بقالها 25 سنة عن الأسباب الحقيقية للحادث. تمام. فأنا عملت بحث استقصائي عن الحادث ده، مأخوذ من كل المصادر اللي اتعملت على مدار ال 25 سنة دول. 25 سنة. لحد ما قدرت أتوصل لبعض المناظير المختلفة أو الجديدة في الحادثة، ممكن تفيد إن شاء الله إن إحنا زي ما تقول نمجد ذكرى أرواح تمام. طاهرة مظبوط. طالتها بقى التهم على مدار 25 سنة وهم أبرياء أساسا ما عملوش حاجة. احنا برضو عايزين يعني الشاب عايزين نقول له يقرا ايه عشان يقرا في يثقف دماغه، لان دلوقتي بقت في قراءه مسموعه، حاجات الغريبه اللي احنا بقى بنسمعها. انا بالنسبه لي سن صغير، بس انا برجح قراءه. بالظبط. صح لا كده؟ القراءة، بص، الكتاب صديق من زمان، وهو أسرع وسيلة إنها توصل لك معلومة، لأنه معاك على طول، وفي نفس الوقت ليه مرجعية غير الإنترنت وغير أي حاجة. تمام. بس أنواع الكتب مع تقدم التكنولوجي اتطور زي ما حضرتك قلت بالظبط. أكيد. بقت صوتية، بقت اي باب، بقت إلكترونية، كل الكلام ده. فده حلو إنه يوصل، بس الأحسن إن احنا نقول للناس أو نقول للشباب زي ما حضرتك قلت يقرأ إيه، يركز في إيه اللي ممكن يخليه يحب القراءة أكتر. تمام. يعني هل يقرأ أبحاث، يقرأ كتب تنمية ذاتية، يقرأ كتب تاريخية عن تاريخ بلده وما إلى ذلك، بدل ما يبقى بيقرأ بدون توجه، مش عارف هو عايز يقرأ عن إيه. التعاون اللي بين حضرتك وبين دار النشر طبعا في استفاده كبيره، برضو عايزك تشرح لنا ايه الدور اللي هي قامت بيه علشان العمل الشامل. المكتب العربي للمعارف تبنى المؤلفات بتاعتي من 2019 بدعم غير مسبوق. يعني هو كل العناصر اللي يمتلكها تدعم كتاب أنا عملته، ما تأخرش فيه. المعارض الخارجية، عرض على كافة المعارض الخارجية، المشاركة في منحة ترجمة الشارقة للكتب، ورشحوا الكتاب بتاعي الأولاني سايكو دراما اللي هو شقائق النعمان في 2019، وفاز بمنحة الترجمة في الشارقة. ده غير التسويق على كل المنصات، سواء كانت مكتبات، منصات توزيع، كل ده هم بيقوموا بكل الدور اللي ممكن يقوموا بيه من 2019 معايا لحد النهارده. تحب تشكر مين من دار النشر بالاخص، او لا ده مين ولا مين يعني انا. خليتنا احنا؟ لا ما فيش ولا واحد ما عملش اللي عليه، من اول مدير الدار استاذ ممدوح الغالي، لحد مساعدة مدير الدار استاذة شيرين، لحد كل زمايلي في الاستاذ نادر واستاذ عمر واستاذ شريف الغالي، كل الناس اللي جوه الدار فيش ولا واحد فيهم ما وقفش جنبي عشان الكتابين دول يطلعوا، بالذات اخر كتاب. يعني تعبوا معايا تعب رهيب عشان الكتاب ده يطلع. احنا برضو من بورسعيد ومن صفحة الحياة، احنا برضو من لحضرتك كل الدعم والتقدير اللي ممكن نقدر نقدمه في نشر وتوعية المواطن او شعب بورسعيد ان في كتاب زي دوت لازم نعرف نجيبه، او نتواصل مع دار النشر. برضو اكيد هيبقى انا هحط اللينك بتاعهم برضو، عشان لو في اونلاين، لو في صفحة الدار متاحة وبتقدم خدمات شحن لكل المحافظات. تمام. وبترد على الناس في كل الأوقات، وممكن يطلعوا لهم أي حاجة حتى بنفس العروض وخصومات المعرض اللي موجود. طيب كويس، حاجة كويسة. احنا بنشكر حضراتكم متابعين على صفحة الحياة، وبنشكر الكاتب الكبير أستاذ ملهم. ربنا يخليك. أنا اتشرفت بيك جدا. ربنا يخليك. اتشرفت بيك جدا، واتشرفت ببورسعيد كلها، ربنا أجدع يخليك. ناس في الدنيا. على دماغي، على ربنا دماغي. ربنا يخليك. يخليك. احنا بنشكر حضراتكم. كان معكم حسام الحبال أمام الشاشة. شكرا.